تعالى اقول لكم النهارده على طريقتي في عمايل الفته، سهله وسريعه خالص، مش عايزه مجهود كتير. انا بحبها بالرز محمر حبه وحبه. تعالوا بقى على المقادير. اول حاجه هنحضرها الصلصه. هنضرب طماطم ونعصرها كويس ونحطها مع حبه زيت في الطاسه، وبعدين نروح ضايفين عليهم نص معلقه فلفل اسمر ومعلقه ملح وحبه سكر عشان الحموضه، وهنضيف كمان معلقه صلصه كبيره عشان تدينا لون حلو. نقلبهم كويس لغايه ما تبدا الصلصه تبقبق كده بالشكل ده، لغايه ما يبقى قوامها بالمنظر ده. نيجي بقى للرز. انا كنت عامله كوبايه رز، فهاخد نصها احطه واحمره في السمنه لغايه ما يبقى بالشكل ده، واروح ضايفه عليه بقيه الكميه مغسوله، واروح حاطه عليهم معيار الميه. كوبايه الرز بتاخد كوبايتين ميه، وحط عليها الملح، واروح سايباها لغايه تشرب الرز خالص. بالنسبه بقى لطريقه عمل الرز، احنا بنحط الميه ونسيب الميه لغايه اما الرز يشربها، وبعدين نروح موطين لتحت لغايه اما الرز يبدا يفلفل كده، يبقى هو استوى تماما. بصوا بقى مفلفل ازاي بعد ما وطيت عليه وسبته يتشرب خالص. بالنسبه بقى للعيش، بنقطعه صغنن، وبعد كده نروح حاطين عليه حبه سمنه، وعلى النار نبدا نحمره لغايه اما يدينا اللون ده. بالنسبة بقى للتومة، هنحط معلقتين توم او 4-5 فصوص توم، نهرسهم، وبعدين نروح حاطين عليهم معلقة سمنة. اول ما ريحة التوم تطلع ويدخل على بداية التحمير او يبقى لونه ذهبي زي ما انتم شايفين كده، نروح حاطين عليه الخل، تقريبا 2-3 معلقة. وبعد كده نروح ضايفين كوباية شوربة، وبعدين اروح حاطة ملح وفلفل، نص معلقة ملح ورشة فلفل اسمر، ونسيبها لغاية ما تغلي كويس. وبعدين نبدأ بقى نرص. هنحط الأول من تحت العيش البلدي بتاعنا، وبعدين نروح رصين عليه الرز، وبعد كده نحط عليه الشوربة، وبعد كده نروح حاطين الطماطم. وشوفوا بقى انتوا بتحبوها بفراخ او بلحمة، زي ما انتوا بتحبوا حطوا. وبس كده، وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تقولولي ايه رأيكم فيها وتعملوا سبسكرايب. باي.